متابعيني الكرام، أهلا بيكم معايا في حكاية وقصة جديدة. يلا بينا نبتدي قصة النهاردة. مستر عمر قال لي سمعي يا شيرين اللي أخدناه الدرس اللي فات. رديت وقلت له أنا بحبك يا مستر. قال لي انتي قلتي ايه؟ قلت له بحبك وبموت فيك. قال لي انتي اتجننتي يا بنتي، انتي بتقولي ايه؟ قلت له انا بقولك اللي في قلبي. غلطت يعني؟ غلطت ان انا بقولك اللي في قلبي؟ قال لي غلطان علشان قلبي غلطان. في بنت عندها 17 سنة تقولي الكلام ده؟ تفهمي ايه عن الحب والكلام ده؟ قلت له انا اسفة، انا صرحت حضرتك، انا اسفة، ممكن اروح اغسل وشي؟ قال لي اتفضلي، ولما ترجعي ليا كلام تاني معاكي ولازم افهم وافهمك غلطك، وعايزة اتكلم مع والدك. قلت له حاضر بعد اذنك، ورحت لأوضة النوم بتاعة المستر بتاعي، وما رحتش عشان اغسل وشي ولا حاجة. غيرت هدومي ولبست فستان قصير، حطيت ميك اب وبرفيوم، وبرغم صغر سني إلا إني كنت سابقة لعمري، فظهرت قدامه كأني بنت في العشرين. ورحت خارجة، خرجت برا الأوضة ورحت حضنته. وقف مصدوم من شكلي، قال لي اجري غوري غيري القرف اللي انتي لابساه ده، وشيلي اللي في وشك، وانتي مطرودة من الدرس، وهاتي رقم والدك حالا. قلت له ممكن تهدى بس يا مستر؟ انت ليه عصبي كده؟ وبعدين انا عارفة ان انت بتحبني ومعجب بيا، وبشوف ده في عيونك، وعيونك ما بتنزلش من عليا. قال لي ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وبعدين انا اسمي مستر، انت تخرصي خالص، وما فيش الكلام اللي انت بتقوليه ده، وغوري البسي لبسك، عيب اللي انت عاملاه ده. قلت له ممكن تيجي تساعدني اغير لبسي علشان مش قادرة اغير لوحدي؟ وهنا بدأ يتأمل فيا، وحاول ان هو يبعد نفسه، وهنا قربت منه، بس هو ما قدرش ان هو يقاومني. وبعد ما حصل اللي حصل، صحي عمرو وهو مش مصدق اللي هو عمله. كنت انا قاعدة وخايفة من اللي عمله فيا، وهنا عارف ان هو في اسوأ وضع في حياته. حاول ان هو يلبس بسرعة، وهو كان بيخاف ومرعوب. صرخ فيا وقال لي قومي البسي واستري نفسك. قلت له مش قادرة، مش هينفع البس كده. وقف وقعد يبصلي بغضب وقال لي ليه؟ عايزة ايه؟ يحصل تاني؟ انا وانتي في مصيبة، انتي فاهمة ده؟ قلت له سيب ايدي. قال لي حاضر، قومي قومي يلا البسي هدومك علشان اوديكي بيت ابوكي ودلوقتي. وقلت له ليه هتروح تعمل ايه؟ قال لي انا طالع بره، لما تستوري نفسك ابقى اقولك هروح اعمل ايه. نزل عمرو وانا غيرت هدومي، وهو راح قاعد على الكرسي بتاعه. كنت انا لبست ونزلت. قلت له انا همشي. قال لي هتمشي فين؟ قلت له ان انا هروح بيت اهلي. وقف ومتعصب وقال لي انتي فاهمة ايه اللي حصل ما بينا؟ فضلت ساكتة، وقال لي انتي ساكتة ليه؟ انطقي، هنعمل ايه في المصيبة دي؟ قلت له انا مش عارفة. قال لي ولما انتي السبب في كل ده من الاول، انتي شيطانة وانا بكرهك، وبكره اليوم اللي وافقت اديكي فيه درس لوحدنا وفي شقتي. قلت له بس انا بحبك. قرب مني واداني بالقلم لغاية ما وقعت على الارض. قرب مني وهو بيحاول يخليني افوق علشان اغمى عليا من الالم اللي هو اداهولي. البنت عندها نزيف. هو انت جوزها؟ طبعا بعد ما اخدني على المستشفى وقال لهم اه، لا، انا اخوها. هي فيها ايه يا دكتورة؟ هي مالها؟ قالت له عندها نزيف نتيجة العلاقة حصلت. ده لو هي متجوزة، لكن لو مفيش جواز تبقى حالة انت عارف بقى. فقال لها لا لا هي متجوزة. قالت له فين عقد الجواز وجوزها فين؟ لأنها مش هتطلع من هنا من غيرهم. قال لها أصل جوزها ما يعرفش، هي كلمتني وقالت لي أنا تعبانة قالت وأنا له طيب. جبتها هنا، كلم جوزها وخليه يجيب عقد الجواز علشان تطلع من هنا. قال لها طيب، وأنا أقدر أدخل أشوفها دلوقتي؟ قالت له تقدر بس ما تطولش. دخل عمرو لأوضتي ولقاني معلقة محاليل كتيرة. قعد جنبي وقال لي يا رب تكوني فرحانة باللي وصلتينا ليه. وقلت له انت هتفضل تلومني كأني غلطت لوحدي؟ انا مش زعلانة من اللي حصل، علشان انا بحبك بجد،
وانا اللي سلمت لك نفسي. قال لي الحب مش انك ترخصي نفسك، انت في مصيبة. الدكتورة رافضة ان هي تطلعنا من هنا غير بورقة جواز. هتعملي ايه؟ لا اما كده لا اما هتعمل محضر. يا شيخة ربنا ينتقم منك، ربنا ياخدك، ضيعتيني وضيعتيلي حياتي وبوظتيلي دنيتي. فكري هقول ايه لاخوكي اللي امني عليكي وجابك تتعلمي عندي. هقول له خنتك يا صاحبي ولا هقول له خنت العلم اللي ربنا امرني بيه؟ شيطانه. قلت له اطلع بره غور من وشي علشان مش قادرة اصدق. قال لي ما هو انا لو طلعت من هنا انت مش هتطلعي. قلت له يعني ايه؟ وقف عمرو وبدأ يسحب المحاليل من ايدي بقوة، مسك ايدي وخلاني اقوم من السرير. قال لي انا وانتي هنمشي من هنا حالا قبل ما الدكتورة تيجي وتمنعنا نطلع من هنا. وقتها الكل هيعرف مصيبتنا. فهمت انا بعمل ايه؟ قلت له فهمت. سحبني وخلاني انزل على السلم علشان محدش يشوفنا. كنت تعبانة جدا وبتألم وهو مش شفقان عليا خالص. وصلنا لغاية بيتنا ولما وصلنا وقف واتنفس بشدة وقال لي انت تطلعي بيتكم دلوقتي، مسمعش ان حد عارف حاجة، علشان لو قلتي كلمة واحدة هتخسري نفسك لحد ما نعرف هنعمل ايه في المصيبة دي. قلت له هو انت مش هتتجوزني؟ قال لي اتجوزك؟ اتجوز مين؟ فوقي، انتي واحدة رخيصة، الله اعلم سلمتي نفسك لكام واحد قبلي. قلت له انت حيوان، انا محدش لمسني غيرك وانت شفت ده بعينك وعلى سريرك. مسكني عمرو من شعري بقوة وقال لي لما تتكلمي معايا تتكلمي باحترام، انت فاهمة؟ وبعدين شوية الحاجات اللي انا شفتهم دول مش دليل على حاجة. دلوقتي الحاجات الصيني بقت كتيرة وانت فاهمة قصدي. بعدت ايده عن شعري وقلت له على فكرة انا كنت غلطانة فيك. قال لي بصي يا بنتي، بصي يا بنتي انتي، انا ما طلبتش منك اي حاجة، انتي اللي عملتي كده في نفسك. قلت له علشان بحبك. قال لي عشان انتي رخيصة وما تضحكيش على نفسك، ويلا اطلعي على بيتكم دلوقتي. قلت له انا كده هبقى لوحدي. قال لي احسن علشان تتربي وتعرفي ان اللي ماشي شمال بيعمل ايه في صاحبه. قلت له انا بكرهك. قال لي غوري ادخلي بيتكم، ولو كلمة اتعرفت انسك انك تشوفيني تاني او نحل مشكلتك. وراح سايبني قاعدة لوحدي قدام بيتنا. انا مش مصدقة اللي حصل لي. طلعت البيت ومحدش شافني من اهلي. قعدت في اوضتي بعيط وبتألم وللأسف محدش حاسس بيا. فضلت قافلة على نفسي 3 أيام ما بتحركش خالص من السرير. اليوم الرابع خبط أخويا الكبير على الباب ودخل ولقاني نايمة ما بتحركش من السرير وسمع صوتي وأنا بعيط. قرب مني وقال لي انت بتعيطي ليه؟ مسحت دموعي بسرعة وقلت له أنا مش بعيط، أنا بس تعبانة شوية. قال لي هو التعبان بيحبس نفسه في الأوضة وما بيطلعش منها؟ وبعدين قومي نلبس ونروح نكشف. قلت له لا لا، أنا كويسة، شوية تعب عادي يعني. قال لي أنا مش مطمن لك يا شيرين، مرات أبوكي ضايقتك في حاجة أو أي حاجة؟ قلت له لأ، أنا تعبانة وبس. قال لي طب يلا قومي البسي. وقلت له ليه؟ قال لي علشان مدرسك عمرو بره وعايزك. قمت وانا خايفة، قمت وانا بترعش. وقلت له ايه اللي جابه؟ عايز ايه؟ قال لي في ايه يا شيرين؟ جاية اطمن عليكي علشان بقالك يومين ما رحتيش دروسك ولا مدرستك. وبعدين من امتى وانت بتزعلي لما عمرو بيجي؟ ده انت كنت بتفرحي كل ما بتشوفيه. هو ايه اللي حصل ما بينكم؟ قلت له مفيش حاجة، أنا بس ما حضرتش آخر امتحان وهو عمله يعني وكنت خايفة يكون جاي يشتكي مني. قال لي أنا مش مصدقك بس همشي الحوار، البسي واطلعي سلمي. وسابني وفضلت خايفة كده وأنا ومرعوبة من المقابلة. بس ما كانش قدامي أي خيار تاني غير إن أنا أقابل الإنسان اللي ما كنتش عايزة أشوفه ولا أشوف وشه. خرجت من أوضتي وسلمت على عمرو وقعدت من غير ما أتكلم وأنا تعبانة جدا. وفضل اخويا يبصلي وهو مش عارف فيا ايه. فضلت الشكوك جواه وحاسس ان في حاجة. فقال كويس انك جيت يا عمر، وفهم شيرين ان بقالها على الامتحانات شهر واحد ولازم تذاكر. عمر قال له ما انا فهمتها ده، وكمان دي اخر سنة ليها. قال لي سمعت يا شيرين، يلا شد حيلك شوية بقى علشان تدخلي كلية كويسة
وما تنسيش ان باقي شهر وتكبري سنة كمان، ولو حليتي كويس هجيبلك اللي انت عايزاه يوم عيد ميلادك. فضلت ساكتة ومش بتكلم. زاد قلق اخويا، فقال لي لو تعبانة قوي قومي نروح نكشف. عمرو قال له لا لا لا، ما تتعبش نفسك، لو تعبانة انا اوديها عند الدكتور. اخويا قال له لا، على ايه؟ قلت له ما انا كويسة، ممكن ادخل اوضتي؟ اخويا قال لي ادخلي. عمرو قال لي عندنا مراجعة بكرة يا شيرين، هستناكي. ما ردتش عليه ورحت اوضتي وقعدت حزينة بعيط لوحدي. عدى اليوم وجه الوقت اللي هروح فيه عند عمرو. ما كنتش هروح، لكن عمرو بعتلي رسالة وقال لي تعالي علشان لازم نتكلم ونلاقي حل للمشكلة. وقررت ان انا اروح. رحت له وطلعت لشقته، قعدنا احنا الاتنين، ومد ايده من غير كلام وقال لي انا هسافر شهر في بلدنا. قلت له نعم هتسافر وشهر وتسيبني؟ قال لي بص يا شيرين، انا مش هعمل حاجة غلط ومش هدفع تمنها. شايفة الدبلة اللي في ايدي؟ وانتي عارفة ان انا خاطب، فلازم افسخ الخطوبة دي علشان اقدر اتجوزك. قلت له انا خايفة وتعبانة وانت هتسيبني لوحدي؟ قال لي وانا ما قلتلكيش اغلاطي من الاول؟ قلت له عندك حق، انا اسفة، واسفة ان انا جيت لك تاني. قمت علشان امشي، لكن منعني وقرب مني وقال لي كان عندك حق لما قلتي ان انا معجب بيكي، وكان اقصى طموحي ان انا ممكن المس ايديكي بس، لكن انتي سلمتيلي نفسك بكل سهولة، واللي يقرب منك خلاص. يعني مش عارف ابطل افكر فيكي، انتي شاغلة بالي دايما، وانا نفسي. انتي فاهمة قصدي. بعدته عني وقلت له انت بجد؟ قال لي بس مش رخيص زيك، ولو ما دخلتيش معايا دلوقتي مش هتشوفي وشي تاني. قلت له مش هينفع، واكيد مش هينفع النهارده. قال لي ليه؟ قلت له علشان. قال لي انطقي علشان ايه؟ قلت له عشان لسه عندي نزيف. قال لي هو ازاي لسه فيه؟ قلت له مش عارفه. قال لي طيب هو مستمر طول اليوم؟ قلت له لا، بيجي اوقات واوقات لا. قال لي طب اتفضلي روحي بيتكم وانا شهر وهاجي اتجوزك. انتي مش قلتي ان انت مش هتسيبني وتمشي يا عمرو؟ صح. قرب مني وقال لي لا مش هسيبك، قومي يلا.